نفطر ايه النهارده؟ فطرنا عدس، عدس اصفر ورز، كشري اسكندراني كده، وبيض مسلوق، وبطاطس مقليه شيبسي، وبتنجان وقوطه وجزر وخيار. اهو اكله كده خفيفه وسهله، وليمون وزيتون من اللي مخلينه معاكم اهو. عايزين تشوفوا طريقه العدس الاسكندراني ده، الكشري الاسكندراني؟ يلا نشوفها اتعملت ازاي. يلا نشوف الغدا البسيط الحلو والبسيط ده اتعمل ازاي. يلا تعالوا بينا نشوف اتعمل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل رز بعدس اهو. دي بصلايه اهي، احمرها يعني هتاخد تقلبتين كده واروح ايه حاطه العدس اهو. ده عدس برز، ده عدس اسكندراني، يعني هنعمل كشري اسكندراني كده بسرعه كده. حيره بقى على الاكل، قلنا نعمل ايه حاجه كده بسرعه. احمر البصله بس شويه كده، يعني مش هحمرها، خليها نص سوا بس كده عشان تبقى ايه على العدس حلوه مسكره، ما تبقاش ممرره، لا يعني تاخد تقلبتين كده. في ناس بتعمله من غير بصل، بس البصله بتديها طعم حلو. انا عامله شويه طبقين بس على قد الاكل كده، بس طبقين اتنين بس، مش عامله كتير. بصوا حبه قد ايه اهو. ده رز على عدس مغسول اهو ومتصفي. بصوره معاكم اهو، بوريه لكم واحده بواحده اهو. اللي ما بيعرفش يعمل العدس الاسكندراني يا جماعه سهل جدا وجميل تعمليه. تقلبي الرز على العدس بالشكل ده كده، بعد ما تنقيه وتنضفيه كويس تقلبي الرز على العدس وتغسليه بالشكل ده كده. وتكوني جايبه بصله كده، او مش عايزه بصله ممكن تحمريه كده بحبه زيت وحته سمنه العدس، وبعدين تحطي الميه او البصلايه كده احسن. انا بقى احط العدس اهو، شايفين اهو. انا عامله شويه صغيرين على قد الاكل بس كده. كده حطيت الرز وبشوحه معاكم اهو بالبصله. احط الملح معاكم اهو. طبعا لو انتي مش تعرفيش معيار الملح حطي ايه بمعلقه او عشان تعرفي. بصوا انا بحط الملح كده لان انا عارفه انا بحط ملح ايه. ماشي. بحط الفلفل، حط الفلفل كده. برضو لو انت ما تعرفيش الفلفل حطي ايه بالمعلقه، بس انا بحط كده اهو لان انا عارفه ايدي ازاي. وبقلبه بقى كده. بس هحط الميه وتشوح، احط له الميه اهو بس كده. خلاص حطيت الميه اهو للعدس كشري وخلاص اهو. هياخد بقى غلوه كده وبغطي عليه، ما بغطيش عليه لما يغلي، ياخد غلوه كده واروح مغطيه عليه على طول. وغطي عليه الغطا. ده بصل طبعا اللي هو اللون ده بصل، والفلفل الاسود اللي عليه ده. ماشي. هو العدس اهو. ماشي العدس اهو والرز ده بصل وفلفل ايه اسود. ياخد غلوه بس كده واروح مغطيه على طول. يلا استنوني. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا معاكم كله معانا، تعالوا افطري معانا. فطرنا النهارده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، اغفر لي ما قدمت وما اخرت. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا منى، يلا يا عبد الرحمن، يلا تعالوا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرحمن ومنى راحوا يودوا لامهم حاجات لسه ما جوش. هاكل معاكم لوحدي. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا كلوا معايا يا جماعه. الكشري الاسكندراني ده حلو جدا جدا جدا، وتغيير وطعمه تحفه. والله جربوه، عن تجربه، جربوه انتوا بس وشوفوه. طريقته جميله خالص وخفيفه واقتصادي.
وتغيير من الاكل وطعمه حلو قوي قوي. يا رب تعملوه كده وتجربوه وتقولوا لي في التعليقات رايكم ايه. بطاطس معاه كده تعملوا معاه بطاطس مقليه، وبيض محمر كده مسلوق ومتحمر. سلطه. يعني بنخلي الحاجات خفيفه كده. ممكن تجيبوا جرجير، ممكن تعملي صلصه وتحطيها عليه، بس انا ما بحبش الصلصه عليه بصراحه، انا بخليه خفيف كده. ما بحبش عليه الصلصه، بحبه خفيف. في ناس بقى بتعمل صلصه مسبكه وتحطها على الوش كده بدل البيض، وتعمله كده وتعمل عليه صلصه وتحطه زي الكشري التاني اللي هو المصري، تحط عليه صلصه وتاكل. لا انا بحبه كده، بيبقى حلو جدا كده خفيف، وتقليب البيض والبطاطس كده. ده كشري ايه؟ اسكندراني. تعالوا كلوا معايا يا جماعه. بصوا بقى الفلفل الحراق جميل. والله طريقته سهله جدا وبسيطه وخفيفه. يعني تجيبي العدس مثلا، تجيبي ايه، لو انت هتعملي مثلا نفرين او ثلاثه، هجيبي نص كيلو رز وربع كيلو عدس، وتروحي منقيه. لازم تنقيه واحده من واحده، وما يبقاش فيه زلط ولا اي حاجه، لازم تنقيه وتخليه زي الفل. تنقي الرز وتنقي العدس، وتروحي ايه ضيفاهم على بعض، ملخبطاهم على بعض وهما ناشفين، وتغسليهم الاول. تجيبي بصلايه، لو مش عايزه تعمليه ببصل شوحيه كده وحطي عليه ميه، بس انا البصله بتديله طعم حلو قوي. بتجيبي بصلايه وتروحي مقطعاها، ولا هي خشنه ولا هي ناعمه، وسط، وشويه زيت او حته ومعلقه سمنه، وتروحي ايه محمراها نص تحميره. ما تكونش سمره ولا تكون بيضه، يعني تكون نص سوا عشان تدي طعم للعدس. تحمريها ايه نص سوا، وتروحي غسل، تكوني غاسله بقى العدس والرز اللي انت ملخبطاهم على بعض، وتروحي ايه حطاهم على ايه على البصلايه، وتقلبيهم تقلبتين، وتحطي الملح والفلفل والشطه لو عايزه تحطي، وتقلبيهم كويس، وتروحي حاطه ايه تشوحيهم، لازم يتشوحوا شويه كده. وبعد كده تروحي حاطه الميه زي العدس مقداره زي مقدار الرز، تحطي كوبايه رز وتحطي كوبايه ميه، هو العدس زي مقدار الرز. عملت كوبايتين تحطي كوبايتين ميه، ثلاثه تحطي كوبايتين، 3 كوبايات كده. تروحي حاطه الميه بتاعته، وتحطوا الملح وحقيقه وكله، وتروحي ايه ياخد غلوه من غير ما تغطيه عشان ما يعجنش، ياخد غلوه من غير ما تغطيه. وبعد ما ياخد غلوه تروحي ايه مغطياه بالغطا، ويغلي غلوتين وتروحي موطيه عليه. وبيستوي معاكي بالشكل ده. بتكوني جايبه البيض بقى سلقاه ومقشراه ومحمراه بالشكل ده، فيها معلقه سمنه في حبه زيت، والارجح يكون سمنه بلدي بتخليه طعمه حلو. معلقه سمنه بلدي تروحي محمره فيها البيض كده. عندك مخلل بدنجان وزيتون زي كده تحطي، عندك في البيت يعني الموجود. طماطم، خيار، جزر، الموجود عندك. بطاطس كده تروحي محمراها جنبه، جرجير، خس، المهم الموجود. بتبقى أكلة حلوة كده وشعبية وجميلة وحلوة قوي، وحلوة قوي قوي. أكلة خفيفة وحلوة واقتصادية وطعمها في منتهى الجمال، هتحبوها قوي. أنا عن نفسي بحبها والعيال بتحبها قوي. تعالوا كلوا معايا. مش مستنية لما العيال تيجي، باكل أنا إيه لوحدي أهو. كل سنة وانتم طيبين. النهارده 12 رمضان اهو، عدى بسرعة كده، يجري بسرعة. يا رب تعودوا بخير يا رب. الحمد لله والشكر لله. ربنا يعيده على الناس بالخير وباليمن والبركات يا رب العالمين. قالوا كلوا معايا. أكلة خفيفة وحلوة وجميلة. والله 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 أكلة حلوة جدا، أحسن من اللحمة والفراخ. لأن انتوا عارفين من أول رمضان لحمة وفراخ وبط ومش عارف ايه، فأنا قلت حاجة خفيفة كده تخلي الواحد ياكل. لأن الواحد بيجي المغرب
وبيشرب الميه والعصاير والبتاع وما ياكلش. فانا قلت اي حاجه يعني كده تخلي الواحد ياكل، يعرف ياكل. فعملت الكشري ده. يا رب يعجبكم. طبعا العيال جوهم ودخلوا جوه ياكلوا قدام التلفزيون. جابوا كل واحد طبق ودخلوا قدام التلفزيون ياكلوا عشان بيتفرجوا على رامز. يا ولاد تعالوا سجلوا معايا الفيديو، يا كده احنا عايزين نتفرج على رامز. فانا بصور لكم بقى لوحدي. والله كنت عايزه اكلكم معايا جميل البيض والكشري جميل جدا. كل سنه وانتم طيبين وتقعدوا له بخير يا رب العالمين. رمضان كريم عليكم وعلى اولادكم بالخير واليمن والبركات. خلاص اهو، يعني يومين يبقى النص على طول، 3 ايام يبقى النص. وطالما جه النص يبقى خلاص رمضان على وشك الخلاص. والناس من يوم 10 وهي عمالة تعمل في الكحك والبسكويت. مش عارفة والله العظيم ايه ده. يعني كل حاجة غالية والناس برضو مفيش فايدة، شغالين على الكحك وعلى البسكويت كأن في ايه. يلا، كل سنة وهم طيبين. الناس ما بتصدق العيد يجي عشان ايه يعملوا كل الحاجات اللي هم عايزينها. كل واحد أضرب نفسه. وبعدين يا جماعة أنا عايزة أقول لكم حاجة. ما ترهقوش نفسكوا على الكحك والبسكويت. يعني الواحدة لو انت عندك ولاد، لو ما عندكش ولاد مش مهم تعملي ايه المشكلة. لو عندك ولاد، وطبعا الولاد بتبقى عايزة الحاجات دي، اروح اجيب كيلو دقيق واحد او كيلو 2 كيلو واعملهم في فرن البوتاجاز. اعملهم في فرن البوتاجاز واعملهم للولاد وافرح العيال وخلاص. طالما انا ظروفي على قدي ومش قادرة اعمل، مرهقش جوزي وارهق نفسي واعمل مشكلة، لا. اجيب كيلو او 2 كيلو، اعمل نص، اعمل كيلو كحك ونص بسكويت ونص بتفور حلوين قوي، وامشي نفسي. باقل حاجه امشي نفسي وما اعملش مشكله لا في بيتي ولا لعيالي ولا لجوزي. ويسر الامور. فاحنا اللي نقصده ان احنا نيسر الامور، ما نعقدش الامور. احنا بنعمل باقل حاجه. اقل حاجه تعمليها تراضي عيالك وهتراضي جوزك في نفس الوقت. وهتشوفي ظروفك تبقي مثلا الحاجات دي مقدور عليها. اعملي الحاجات القليله دي، اعملي كيلو او 2 كيلو قليل كفايه قوي. عايزه تجيبي هدومك لعيالك، هاتي هدوم لعيالك، وفري في الحاجات دي وهاتي هدوم لعيالك. لو انت برضو عايزه تجيبي هدوم لعيالك ما تلتليش لعيالك وتقولي هجيب ترنجات واجيب وتريك الدنيا، لا. هاتي طقم العيد بس، وبعد كده ابقى هاتي اللي انت عايزاه. لسه الصيف جاي، يبقى هاتي ترنجات وهاتي اللي انت عايزاه. هاتي طقم العيد بس ومشي نفسك، او هاتي اللي تقدري عليه، مفيش مشكله. مفيش مشكله. ما ترهقيش الدنيا. كل يوم عايزه وكل يوم هتجيبي. ده اللي نقصد بيه ان انتوا ايه، ما حدش يرهق جوزه يا جماعه. ما حدش يرهق نفسه ولا يعمل مشكله لاولاده ولا لبيته ولا لاي حد. عشان ده ايه، ايام مفترجه وداخله علينا، فمش عايزين بالله عليكم حد يزعل من بعض. ماشي يا حبايبي. يلا مع الف سلامه. مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده عشان انا ايه، قاعده لوحدي وطولت عليكم شويه. لما بفتح معاكم في الكلام مش عايزه صراحه اقفل. فانا مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده. كل سنه وانتم طيبين ويا رب تعودوا له بخير. وزي ما قلت لكم ما تهرهقوش ازواجكم ولا بيتكم، ووردوا ما قسم لكم ربنا تعيشوا سعداء طول العمر. يلا حبايبي، مع الف 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 سلامه. بحبكم في الله. بحبكم في الله. مع السلامه.